السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعت لكم بفيديو جديد عن لعبة كلاش اوف كلانس. فيديو النهارده عن اسهل واقوى استراتيجية جوية تقدر تمسح بيها داون هول 11 بكل سهولة بدون اي مشكلة. كمان في مفاجأة في اخر الفيديو عاملها لكم ان شاء الله تعجبكم، فيا ريت تبقى معايا لاخر الفيديو علشان صدقني المفاجأة دي ليكم انتوا كدليل على تقديري ليكم على الدعم اللي لقيته منكم. طبعا في البدايه ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وتذكر الله فلا بذكر الله تطمئن القلوب، كمان انك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ويا ريت تدوس لايك، والاهم ده كله حته كومنت صغير يشجعني ان انا استمر في نشر الفيديوهات. يا سلام بقى لو تاخد لك لفه كمان في القناه علشان هتلاقي اكيد فيديوهات تعجبك. وخلينا نبتدي مع بعض الفيديو بتاع النهارده. الاستراتيجيه النهارده جويه عباره عن تنانين وبالونات. زي ما انت شايف كده هنخش هنا ندوس تدريب القوات ونشوف الجيش بتاعنا. زي ما انت شايف عباره عن 12 بالون و10 تنانين. هو ده الجيش بكل سهوله، بس التعويذات بتاعتك بتبقى عباره عن 6 برق واتنين غضب وواحده من التسريع طبعا بجانب الملوك بتاعتك. هتسالني عن الدعم، اقول لك ان الدعم بتاعنا هنجيبه من قلعه القبيله، يبقى عباره عن 7 بالونات وآلة قذيفه الجذوع. انا بفضل الآلة دي عن نفسي في الهجوم، وبستخدم بالذات على التاون هول 11، وبستخدم 2 تسريع ممكن ان انت تستبدلهم بواحده من الغضب. تعالوا بقى نعرف طريقه الهجوم ازاي علشان نقدر نمسح بكل سهوله. اول حاجه هنجيب اخر هجمه عملنا عليها هجمت بقى الاستراتيجيه دي ونشرح عليها. دقيقه واحده. طبعا زي ما انت شايف ادي الخصم اللي قدامنا اهو. طبعا الخصم كله ماكس ما عدا السور، وقدرنا نمسحه بكل سهوله. ببساطه كده احنا بنحاول نحدد اخطر حاجتين على الهجمه بتاعتنا، وهما الدفاع الجوي والمراقب الجوي. تحدد ادي المراقب الجوي وادي الدفاع الجوي، تمام. وطبعا دول اخطر اتنين. وايضا انت بتحدد مكان المدفعيه، ويا سلام لو كانت المدفعيه بجنب من التصميم، والانفيرنو خاصه المالتي لان هو اللي بيسبب مشاكل. بعد كده انت بتدمر اتنين من المدافع الجويه باستخدام 6 برق، والافضل ان هما يكونوا الاتنين البعاد عن المدفعيه، تمام. بعد كده انت بتستخدم قاذفه الجذوع عشان تدمر الصاروخ الثالث واي دفاع خطير تقدر تجيبه معاه. فعشان كده ممكن ندمر ده بحيث ان احنا ناخد معاه الانفيرنو المفرد ده، وناخد وراهم مدفعيه الناس، تمام. وبعد كده انت بتستخدم الملك والملك بتوعك للتنظيف علشان الجيش كله يروح بعد كده للمنتصف. فانت ممكن بعكس اتجاه طبعا المدفعيه، يعني انت نزلت قصدي آلة الحصار، انت نزلت آلة الحصار تنظف لك الجزء ده، فانت هتنزل الملك والملكه ينظفوا لك الجزء ده، تمام. بعد ما ينظفوا لك الجزء ده، ويا سلام بقى لو قدرت ان انت تخليهم ياخدوا يعني مدفعيه النسر معاهم، او الصاروخ لو الاله، او الصاروخ اللي هو هنا عشان لو الاله ما خدتوش. بعد كده انت مجرد ان الملك والملكه نضفوا الجزء ده، والاله بتاعتك نضفت جزء من هنا، والاله ابتدت اله الحصار اتفتحت وطلعت البالونات اللي جواها، بتبتدي تنزل الجنود بتاعتك من الجانب القريب للمدفعيه على شكل خاطئ. بتنزلهم التنانين، وبعدين بتنزل وراهم البالونات، وبعد كده بتنزل الامر في الوضعيه الجويه. زي ما انت شايف انا هنا نزلت في الوضعيه الارضيه، غلطت ان انا نزلت في الوضعيه الارضيه، بس عادي محدش بس برضه قدرت ان انا امسح الهجمه. تعالوا نشوف بقى الهجمه مشيت ازاي. بسم الله. زي ما انت شايف انا اول حاجه دمرت الاثنين الصواريخ اللي تحت، تمام. بعد كده نزلت الملك والملكه هيمسحوا لي الجزء اللي فوق ده، نضفوا لي. طبعا لو كان معاهم فجر اسرار كانوا قدروا ان هم يخشوا لجوه ياخدوا التصميم. هنا هبتدي انزل دلوقتي قذيفه الجذوع زي ما انت شايف على شكل ان هي تاخد الاستروك، ونزلت تنين عشان البرج الساحر ده ما يضربش فيها، يعني ما يضربش في آلة الحصان. اديك زي ما انت شايف الملك والملكه هناك نضفوا، هم كده كده الملك والملكه اكيد هيموتوا في الهجمه دي. نضفوا كويس، وادي شلنا الصاروخ وشلنا كمان البرج المفرد، تمام. بعد كده الجنود خرجت، فابتديت ان انا على طول ابتدي انزل. حطيت واحده غضب طبعا، ونزلت التنانين على شكل خط هيروحوا لي نص التصميم، ونزلت البالونات على شكل خط وراهم. طبعا تاخرت ان انا انزل الامر، بس نزلت الامر على طول، بس للاسف كان وضعيه ارضيه، فقدرت ان انا استخدم وضعيه الامر في الوقت المناسب. وزي ما انت شايف قدرت امسح كل حاجه خطر هنا. لو كان بس الانفيرنو ده هو اللي مالتي كان هو ده اللي هيعمل لي مشكله، بس هو الحمد لله طلع مفرد. زي ما انت شايف قدرت كمان على الانفيرنو. بقاش غير المركب الجوي هو اللي عامل لي مشكله في الهجمه دي خالص. زي ما انت شايف مسحت 3 ارباع التصميم. وادي التاون نزلت، ولسه معايا كميه بالونات وكميه تنانين، والامر لسه معايا عايش، ومعايا لسه 2 تسريع ما استخدمتهمش. كل اللي انا عامله انا ما كنتش محتاج ان انا استخدم تسريع، بس حطيتهم برضو. حطيت ادي واحده عشان اقضي على برج السحر اللي هنا، وادي برج السحر اللي هنا قضيت عليه. كده يتبقى لي قضيت عليه، وهو كده اللي هيتبقى لي البرج الاشر ده هيتقضي عليه، وكده الهجمه تخلص مسح. ويبقى معاك ادي 1 2 3 حوالي 6 تنانين او 5 تنانين، وواحد من البالونات، وكمان الامر معاك، وقدرت تمسح بكل سهوله. طيب زي ما انت شفت ادي الهجمه اللي احنا خلصناها، وقدرنا ان احنا نمسحه 100%، وخدنا منه 28 كاس، والموارد معقوله. بعد كده انت تدور على خصم في الموارد لو بتدور على الموارد. طبعا احنا هنخرج العوده للصفحه الرئيسيه. دلوقتي كل اللي انا هعمله هطلب تعزيز تاني، والجيش بتاعي جاهز. هدور على خصم مناسب نهجم عليه مع بعض وارجع لكم. طيب يا جدعان ادي التصميم اللي احنا هنهجم عليه، والموارد بتاعته حلوه رغم ان انا عندي موارد كتير.
بس هنشوف هنهجم عليه ازاي عشان نقدر نستفاد من التصميم ده. طيب اول حاجة هنقضي ادي 1 2 3، وادي 1 2 3. تمام. بعد كده احنا هننزل الآلة من هنا كده، ممكن من ابعد نقطة هنا كده، وهننزل من هنا الملك والملك بتاعنا. تمام. بما اننا قضينا على الصاروخ اللي هو الحاجة اللي احنا كنا عايزينها، لسه ما خرجش. تمام. هنبتدي بقى ننزل الجنود بتاعتنا على شكل خط بعد التنظيف، وهننزل وراهم زي ما انتم شايفين. كمية البالونات اللي معانا كتير قوي، قدرنا نمسح بيها اكتر من 3/4 التصميم. وزي ما انتم شايفين قدرت ان انا امسحها بكل سهوله يا جدعان. بس المفروض ان انت تتدرب على الاستراتيجيه، لان كنت بغلط فيها كتير، وكنت ان انا ما بعرفش امسح بيها كتير. محتاجه انك تتدرب عليها كويس، بالذات الاستراتيجيه دي، وهتلاقي المسح فيها بكل سهوله، وهتقدر توفر سبيلات كتير قوي فيها كمان. زي ما انتم شايفين كميه التنانين اللي بقت معانا كميه كبيره، ومسحنا التصميم بكل سهوله وبدون اي مشاكل خالص زي ما انتم شايفين. خدنا منه 23 كاس، وخدنا منه موارد محترمه قوي، ومسحناه بكل سهوله يا عزيزي. طيب يا شباب، بعد ما خلصنا الهجوم وشرح الاستراتيجية، دلوقتي جه دور المفاجأة، واللي هي تذكرة ذهبية. طبعا زي ما انتم شايفين انا ما استعملتش التذكرة الذهبية ولا عايز استعملها دلوقتي عندي في القناة، بس انا هدي لواحد فيكم ان شاء الله تذكرة ذهبية بعد ما ان شاء الله نوصل بس 500 مشترك. ده طبعا تقدير لدعمكم ليا، وان شاء الله يعني هي هانت على 500 مشترك. انا وصلت النهارده تقريبا حوالي 320 او 325 مشترك. ولو وصلت النهارده او بكره، وصلت في اي وقت لل 500 مشترك، هتلاقيني عملت فيديو تاني يوم ان شاء الله على طول عن ازاي هدي التذكره الذهبيه، وهيتم اختيار الفايز بيها ان شاء الله. خد بالك احلى حاجه ان هم 500 مشترك بس، يعني عندك فرصه محترمه انك تاخد التذكره، لان الناس مش هتبقى كتير نوعا ما وكده، فاهم؟ وكمان في مفاجآت تانية وتذاكر كتيرة إن شاء الله جاية، والكل هيكسب إن شاء الله يعني، فما تستعجلش. واخيرا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم والاستراتيجيه تكون عجبتكم، وان شاء الله المفاجاه دي تكون عجبتكم، وصدقوني دي تعبير عن تقديري ليكم. ما تنساش طبعا اللايك والاشتراك، وانك تفعل زر الجرس، وتكتب لي كومنت تقول لي ايه رايك في الفيديو، ايه رايك في الاستراتيجيه، وايه رايك في المفاجاه. واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.